الغيرة حلوة، صدقوني. الغيرة كلش حلوة، لكن إحنا كلش نخاف من المسميات، ومشكلتنا نخاف نعترف بالأشياء. الغيرة حلوة من تخليك تطلع من منطقة الراحة. الغيرة حلوة من تخليك تنجح وتبدع. الغيرة حلوة من تخليك تشوف شيء بإنسان ما موجود بيك، تحفزك إنه تتحرك وتقوم وتقول لا كافي، غيري مثل ما نجح أنا راح أنجح. أكو غيرة خبيثة، بالمقابل أكو غيرة وراها تستس، أكو غيرة وراها ضرب تحت الحزام. لكن الغيرة الحلوة المفيدة هي اللي بالأغلب إحنا نمشي وراها. قبل شهر رمضان صديقة أن دزت لنا صورتها وقالت أنا صار لي 6 أشهر أتبع نظام غذائي صحي. طبعا من شفنا صورتها قبل وبعد، يعني مو بس تفاجأنا، صدقوني أنا واحدة من الصديقات اللي احتفظت بصورتها وصار عندي حافز إنه أتبع نظام غذائي صحي حتى أصير حلوة ورشيقة مثل صديقتي اللي انطتني صورتها. هذه غيرة، هذه غيرة حلوة. ليش إحنا دائما نخاف من هاي الأشياء؟ ليش دائما إحنا نقلد الأمور اللي تعلمناها، الثقافة اللي مربونا عليها، الثقافة اللي زرعت هذا غلط وهذا صح وهذا حلال وهذا حرام؟ أوكي، تتغير، الرؤى تتغير. فأحيانا الشيء اللي إحنا تعلمنا إنه شيء مو زين، بمرور الزمن من نشوف الحياة ومن تصير عندنا خبرة نقول لا هذا الشيء زين، منو قال مو زين، ونتفاجأ بالنتائج. فرجاء لا تخافون، الاعتراف حلو، اعترف، قول أني عجبني سلوك فلان والله وغرد، حسيت بغيرة قلت لا لازم أتحرك أني مثله. جربوا، جربوا تكونون واضحين ويا أنفسكم ويا ناس اللي داير مدايركم، وشوفوا شلون التوفيق يجي من رب العالمين.